مدحت شلبي استضاف من يومين عصام الحضري. مفيش شك ان عصام الحضري اسطورة حراس المرمى في مصر، واكتر على حسب كلامه وبالارقام عشان نديله حقه. اكتر حارس مرمى جاب القاب للاهلي وخد القاب مع الاهلي ومنتخب مصر، ويستحق ان هو يبقى نمبر 1 في حراسة المرمى في تاريخ مصر. ما عجبنيش عصام الحضري خالص في الانترفيو، كان واضح ان هو مغرور جدا، ومسك وعجن 3 جهات بطريقة ملفتة وعادها كتير وقالها كتير. اولا قال حسام حسن انا ما دربش معاه، ولو طلبني ابقى مدرب حراس المرمى مش هدرب معاه عشان انا بلعب مع كوبر وبدرب مع كوبر وعنده شهادات ودورات تدريبية وكده. معرفش شهادات ايه ودورات ايه اللي خدها عصام الحضري. فقال حسام حسن يعني مش واثق اصلا في قدراته، ومسكوا برضو يعني ايه، خدوا غسيل ومكوى وعجنوا، ومش عاجبه حسام حسن خالص، عاجبه كوبر وعاجبه كيروش. اول هام. تاني هام مسك احمد ناجي وغسله وقال له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وانت السبب، ما كنتش عايز تلعبني كاس العالم و واضح ان هم كان في خلاف بينهم كبير. ثالثا مسك اتحاد الكوره والمسؤولين عن الكوره في مصر، وقال هو عنده حق بقى في النقطه الثالثه دي، ان اتحاد الكوره واتحاد رابطه الانديه والكلام ده ما عملوش اي حاجه في مصر، واكبر دليل على ذلك ما فزناش باي بطوله قاريه ولا بطوله الامم ولا حاجه، ولا تاهلنا لكاس العالم 2022، ورحنا 2018 واتغلبنا من السعوديه والاوروجواي وروسيا، وكان التمثيل اللي هو اقل من مشرف كمان. فهو عنده حق في موضوع اتحاد الكوره اللي هو في الملوخيه خالص، انما يعني كان في غرور في بعض تصريحاته وهي وعنجهيه كده كتيره شويه. يعني هو يستاهل ان هو ياخد لقب احسن حارس مرمى في تاريخ مصر، بس انا بقول لك يا عصام، من تواضع لله رفعه، والتواضع برضو كويس، وانك تبقى يعني علاقاتك كويسة مع كل الناس حلوة، انما انك تخبط في كل الناس بالطريقة دي. يعني حسام حسن برضو كان كابتنك، وده اسطورة في تاريخ مهاجمين مصر، وانت برضو شديت عليه قوي وبتقول له لو انت راجل قوي بقى وانت جدع قوي ومدرب قوي خد بطولة افريقيا. فان شاء الله ربنا يعني يوفق حسام، ومنتخب مدرب وطني وبنحبه واسطورة، ويا رب ربنا يوفقه. وبالتريق طبعا على مجموعة كاس مصر، مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم، وبتقول بيقول مجموعة سهلة وأنا مع إنها مجموعة سهلة، ويا رب يعني إيه ربنا يوفق مصر. يعني مدحت شلبي حتى كان بيحاول يهدي عصام الحضري شوية عشان كان شادد قوي، وواضح إن في سنة غرور في كلامه وعنجهية، فقال له اهدى شوية يا عصام. ويعني هو عصام ناوي بقى يحلل ماتشات ويبقى ضيف مع مدحت شلبي في MBC مصر. فانا بقول للمدحت شلبي خلي بالك الراجل ده يعمل لك مشاكل كتير، ويعني هتحاول بقى ايه في كل حلقة تهدي اللعب، عشان انا عارف اسلوبك انك بتحب تهدي الدنيا يا مدحت يا شلبي. كل التوفيق لمنتخب مصر، ويا رب نشوف الكورة المصرية في احسن حال. اعزائي المشاهدين، شكرا لحسن المتابعة، نشوفكم دايما على خير. ميرسي.